كمية ديال الحقد والسم والبغض والكره ضدها. صراحةً هاد المنبر الإعلامي اللي كيساهم في نشر هاد التفاهة وفي نشر هاد المواضيع التافهة، صراحةً خصو محاسبة وخصو معاقبة من طرف اللي كيقوم بتحرير هاد المواضيع. وبنادم وصلت به للدرجة أنه يهز الميكروفونات ويبدا يسب ويقذف في السيدة، وعارفين بأنها عندها الأطفال ديالها اللي كيتابعوا بزاف في هاد المواضيع وفي السوشيال ميديا خصوصًا. بداو بميكروفونات كيدوروا في جميع المدن المغربية وكيهضروا على الموضوع ديالها باش يطلعوا بها المشاهدات، هُم عارفين راسهم بأنهم كيطلعوا بها المشاهدات وكيحققوا بها أرباح كبيرة. صراحةً بزاف زاد هادشي بزاف على حدّه، و والمسلسل غادي يكبر معاهم بزاف، حيتاش بعض القنوات اللي معاهم وكيشجعوهم ديما كيطلعوا بيهم للفوق، وغادي ينوض موضوع كبير عليها بزاف من طرف اليوتيوبرز اللي كيكرهوها وكيهضروا في المواضيع ديالها، وهُم تحت في الأمر الواقع راه بيناتهم فحال كتار من هادشي اللي داير دابا في السوشيال ميديا. صراحة هادشي اللي داير بزاف في هاد الأمور اللي كتتعلق بالفنانة دنيا بطمة. علاش؟ حيتاش السيدة كافحت، وصلت للأمور ديالها اللي كتبغيها هي وصلت لها، وحققت إنجازات كبيرة وكبيرة وكبيرة كما كتعرفوا. واش غادي نقولوا، حسبنا الله ونعم الوكيل في هاد الناس اللي كيضروا بالآخرين. و وما عندنا ما نقولوا. أنا بعدا تشوكيت، بقيت غير كنشوف في هاد العناوين اللي كيتكتبوا بكل صراحة.